بابتسامة وبكلام طيب، فهذا هو يعتبر رسالة محبة. يقول نزار قباني: يا سيدتي كيف أقول لك شعرا أو أقول لك نثرا، كيف أقول لك بدون كلام. أنا أعتقد أن العطر هو رسالة بدون كلام، يفهم معناها ويفهم مغزاها ويتحسس فعلها من خلال الرائحة، فهي هدية محبة. أهدي لكل الأصدقاء هذه العطور مع تمنياتي لهم بالخير والصحة والعافية، رسالة محبة لكم في يوم الحب. الكثير يتساءل من الأصدقاء شنو الفرق بين العطر النسائي والعطر الرجالي؟ هل ممكن أن الرجل يضع عطر نسائي دون أن ينتبه أحد لهذا الشيء أو يفسر بغير